واخيرا خلص مسلسل كارثة طبيعية، وبصراحة انا بجد بشكر كل واحد فرد في اللي اشتغل في العمل الرائع ده، من اصغر عامل لاكبر عامل. بجد انا بشكركم، تستحقوا الشاوت اوت. نبتدي بمايسترو العمل اللي بالنسبة لي هو واحد من اسباب نجاح العمل ده، المؤلف احمد عاطف فياض، والنص والسيناريو الجامدين جدا. الراجل ده لتاني تجربة على التوالي بيثبت ان هو مؤلف شاطر، مؤلف موهوب. الراجل ده عمل بالطو ابهرنا، كنا مستنيين التجربة التانية هيعمل ايه، يا ترى هيعمل ايه بقى، ايه اللي هيقدر يعمله وهيعلي على المسلسل ده وهيقدر يعمل حاجة زي بالطو. بيعمل لنا كارثة طبيعية. شفت المستوى، النص رائع، السيناريو والقصة متماسكين جدا، كل حاجة معمولة حلو، ادق التفاصيل معمولة كويس، يعني مفيش تفصيلة كده رايحة، لا كل حاجة معمول حسابها. الراجل ده بعد العمل ده خلاص خد ختم الجودة، ختم ان هو مؤلف شاطر جدا جدا. المسلسل ده قد ايه بصراحة اثر فيا جدا، انا ما كنتش عايز المسلسل يخلص، انا الحلقة الاخيرة وانا زعلان. والاخراج بدون الاخراج النص الحلو ده ما كانش هيطلع على الشاشة كده وينور ويلمع. المخرج العبقري الرائع حسام حامد، اول تجربة ليه. انت متخيل كده مسلسل زي ده يكون اول تجربه ليه؟ احنا قدام مخرج كبير جدا وهيضيف للدراما وهيضيف للسينما سنين كتير قدام. كان مهتم بكل التفاصيل، وكان بصراحه حريص جدا على النص اللي مديهوله احمد عاطف فياض، ان هو يطلع كل حاجه بالشكل ده. الكادرات، التصوير، الموسيقى، الملابس، الديكور، كل حاجه معموله 10/10. وبصراحه انا استمتعت جدا على مدار ال10 حلقات. الموسيقى التصويريه من خالد الكمار عبقريه، وقد ايه كانت ماشيه ولايقه مع احداث المسلسل. لو جيت دورت مثلا على اي سلبيه في المسلسل ده انت مش هتلاقي، يعني كل حاجه معموله مظبوط. نيجي بقى للتمثيل، اللي نمسك بقى بطل العمل محمد سلام، مفيش وصف اوصفه بيه غير ان هو افضل كوميديان في الجيل ده بمسافه كبيره جدا عن اقرب حد. محمد سلام حاجه استثنائيه، عبقري، يعني الدور ده كده الرجعه بتاعته. وجهاد حسام الدين، بصراحة البنت دي اكتشاف، وشايف لمحات كده نجمة هتطلع الفترة القادمة. كيمستري اللي ما بينها وبين محمد سلام خطيرة. حمزة العيلي، الراجل ده أنا بحبه، أنت ممثل خطير، كوميدي، تراجيدي، أي حاجة يا باشا هعملها، موهبة استثنائية. الراجل ده جامد جدا. المسلسل ده من نوعية المسلسلات اللي هترجع كل فترة تتفرج عليها. شكرا لكل حد اشتغل في العمل ده، كل الممثلين، كل كاست العمل، فبصراحه ابدعتم. ولو في لسه حد ما اتفرجش على المسلسل ده يا باشا، بقول لك انت فايتك عظمه، مسلسل جامد جدا. واخيرا لو عجبك المحتوى بتاعي وعايز تشوفني تاني، ما تنساش تعمل لي فولو، ويلا